في أماكن بتحس إنها مش مجرد مباني، بتحس إنها عايشة، بتراقب وبتفتكر كل اللي دخلها. وفي وسط لوس أنجلس في فندق اسمه سيسل، فندق غريب، تاريخه أسود، ناس كتير ماتت فيه، واللي عاشوا فيه عمرهم ما رجعوا زي ما كانوا. بس في سنة 2013 حصلت فيه حادثة خلت العالم كله يتكلم. بنت شابة اسمها إليزا لام دخلت الفندق وما خرجتش منه أبداً. النهاردة هحكي لك القصة اللي محدش قدر يفسرها لحد دلوقتي. استعد، لأننا هننزل سوا في أعمق دور في الغموض. إليزا بنت كندية عندها 21 سنة، بتحب السفر والكتابة، بتحلم تشوف العالم وتكتب عنه. كانت بتدور على نفسها وسافرت لوحدها لأمريكا في يناير 2013. كانت متحمسة، لكن ورا الحماس كان في خوف صغير. وصلت لوس أنجلس، الجو مكتوم كأن المدينة نفسها بتحذرها. اختارت فندق سيسل علشان سعره رخيص ومكانه قريب، لكن محدش قال لها إن الفندق ده ملعون بتاريخ من الدم والجنون. دخلت تستلم أوضتها، موظف الاستقبال قال لها بابتسامة غريبة: أهلا بيكي يا أنسة لام، أوضتك في الدور الرابع، المصعد في آخر الممر. طلعت الأسانسير، الكاميرا صورتها وهي بتضحك، بس نظرتها كان فيها قلق، كأنها سامعة صوت مش من هنا. الأيام الأولى كانت هادية، بتخرج الصبح تكتب على مدونتها، تضحك وتتصور. بس بعد كام يوم بدأت تكتب حاجات غريبة: في حاجة بتراقبني في الممر، أنا مش لوحدي في الأوضة. الناس افتكروها بتهزر، لكنها كانت جادة. وفي الليلة اللي قبل ما تختفي، الجيران سمعوا صوت جري فوق الأسطح وصوت صرخة، وبعدها سكون تام. وفي كاميرات الفندق ظهرت إليزا في الأسانسير، بتضغط على كل الأزرار بسرعة، الباب مش بيقفل. بتخرج تبص شمال ويمين، تعمل حركات غريبة بإيديها كأنها بتكلم حد مش باين. ترجع بخوف، تدخل تاني وتختفي. تاني يوم محدش شافها. بلغوا الشرطة، فتشوا الفندق كله، لا أثر، ولا دخول ولا خروج ولا كاميرا مسجلة حاجة، كأنها اتبخرت. بعد أسبوعين النزلاء اشتكوا إن المية لونها غريب وطعمها مش طبيعي. فن الصيانة طلع يشوف الخزان فوق، ولما فتح الغطا لقى جثة إليزا عايمة جوه المية. الخزان مقفول والوصول ليه شبه مستحيل. إزاي وصلت هناك؟ وإزاي محدش شافها؟ ولا حد عنده إجابة. الشرطة بدأت التحقيقات، قالوا يمكن انتحرت أو عندها اضطراب نفسي، بس الناس مصدقتش. إزاي فتحت الغطا الخزان لوحدها؟ وإزاي دخلت وقفلت الغطا من بره؟ وإزاي ولا كاميرا شافتها طالعة؟ واحد من العاملات قالت إنها سمعت صوت خبط وصوت ست بتهمس في الممر، ولما بصت لقت التلفزيون شغال على قناة ما فيهاش إشارة، وصوت غريب بيقول تحت تحت. تاني يوم إليزا بنفسها سألتها: انتي كنتي فوق امبارح؟ سمعت حد بيندهلي من فوق السقف. الست سكتت، ما قالتش إنها سمعت نفس الكلمة، بس من اليوم ده ما دخلتش الدور الرابع تاني. الشرطة لقوا دفتر صغير في أوضتها، كل الصفحات عادية إلا آخر 3 صفحات، رموز، دواير، خطوط وكلمات غامضة بتقول: هو هنا، المية هتخفي كل حاجة، مفيش وقت. وبعد أسبوعين الدفتر اختفى من الأدلة، ولا حد عارف راح فين. ضابط قال بصوت واطي:
في حاجة اتشالت من التحقيق ومش بإيد بشرية. واحد من سكان الفندق ظهر بعد 2 سنين، قال إنه شافها في آخر ليلة، كانت لابسة روب رمادي واقفة في آخر الممر. قال لها مساء الخير. ردت بصوت خافت، لو سمعت صوت مية ما تروحش وراها. بعدها دخلت أوضتها وقفلت الباب، والراجل حلف إنه سمع في نفس الليلة صوت تنفس جاي من ناحية خزان المية فوق السطح. لما الناس حللوا فيديو الأسانسير لاحظوا إن في لحظة ناقصة. في النسخة الكاملة اللي اتسربت بعدين، إليزا وقفت وبصت في الكاميرا وابتسمت ابتسامة غريبة جدا، رفعت إيديها وأشارت على السقف وقالت كلمة واحدة مش مفهومة. بعدها الصورة اتشوشت. تحليل الشفايف بيقول إنها قالت open أو I'm sorry، بس محدش متأكد، واللقطة دي اتشالت من النسخة الرسمية. سنة 2023 واحدة من العاملات الجداد كانت بتنظف الدور الرابع، ولما دخلت أوضة 412 لقت ورقة قديمة تحت السرير مكتوب عليها بخط صغير أنا لسه هنا بس المية بقت أهدى. الشرطة اتبلغت، لكن الورقة اختفت بعد يوم واحد، وبعدها الفندق أعلن إنه قافل الدور الرابع لأعمال صيانة دائمة، ومن يومها مفيش حد نام هناك تاني. يمكن محدش هيعرف الحقيقة الكاملة أبدا. هل إليزا كانت بتحارب مرضها ولا كانت بتحارب حاجة أكبر من البشر؟ يمكن الخوف الحقيقي مش في الأشباح، الخوف في الوحدة، إنك تكون محاط بناس كتير لكن محدش سامع صرختك. إليزا كانت بتدور على راحة، بس لقت نفسها محاصرة بين جدران بتتكلم وسقس بيخبي الأسرار. كل واحد فينا عنده فندق سيسيل جواه، في غرف مقفولة وأصوات بنخاف نسمعها. بس خد بالك، اللي بيهرب من صوته جواه بيقرب أكتر من نهايته. فاسمع صمتك قبل ما يتحول لصدى، لأن الصدى ممكن يفضل عايش بعدك.